فاكر الإحساس لما الشاشة احمرت وفلوسك طارت في لمح البصر؟ تحس إنك رميت شقة عمرك في البحر عشان مشيت ورا إشاعات القهاوي. يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. شد كرسيك، اطلب قهوتك المظبوطة وركز معايا عشان النهاردة هعلمك تبني سور خرسانة يحمي فلوسك في البورصة. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. النهاردة معادنا مع أهم قانون من كتاب المستثمر الصغير، قانون هامش الأمان. أيوة، السر اللي بيخلي المستثمر ينام مرتاح والسوق بيولع. بص يا سيدي، هبسطها لك خالص. تخيل إنك رايح تشتري عربية مستعملة، سألت عليها في السوق، لقيت تمنها الحقيقي 100,000 جنيه، بس انت لقيت صاحبها مزنوق وعارضها ب70,000 بس. ال30,000 جنيه الفرق دول هم هامش الأمان بتاعك. لو جيت تبيع العربية تاني يوم والسوق نايم شوية، هتبيعها ب80 أو 90، انت برضو كسبان. أهو ده بالظبط اللي بنعمله في الأسهم، بنشتري السهم بخصم كبير عن قيمته الحقيقية. كريم بطل حكايتنا اتعلم الدرس، مسك ميزانية شركة كذا، لقى قيمتها الحقيقية 100 جنيه بس سعرها على الشاشة 70 جنيه. كريم عارف إن ده صيد سمين، اشترى وهو حاطط في بطنه بطيخة صيفي. وتاني يوم يا دي النيلة، السوق كله انهار، الأسهم كلها بتقع والناس بتصوت وتخسر نص فلوسها. بس كريم كريم كان شاري ب70، السهم نزل حاجة بسيطة وبقى 65. ليه؟ لأن السهم أصلاً كان رخيص ومظلوم. سور هامش الأمان صد عنه الضربة، وكريم خسر فكة مقارنة باللي فلسه. خد الزتونة دي يا صاحبي في 4 نقط واكتبهم ورايا. القيمة مش السعر، إياك تشتري سهم من غير ما تدرس قيمة الشركة الحقيقية. ابحث عن الخصم، اشتري بسعر أقل بكتير من القيمة العادلة عشان تبني هامش الأمان. هامش الأمان بيحميك، السور الذهبي اللي بيحمي محفظتك من تقلبات السوق. الاستثمار الصح ممل، البورصة مش كازينو، الاستثمار الحقيقي محتاج صبر سنين. احفظ الفيديو ده عندك عشان ترجع له كل ما الطمع يوزيك، واعمل شير لصاحبك اللي فاكر البورصة لعبة وقول له فوق يا وحش، الحكاية محتاجة عقل. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية في حكاية جديدة وقانون القيمة الجوهرية. هقولك ازاي كريم بدأ يعد أول ملايينه. سلام يا صاحبي الجميل.